بلاش العيد يبقى الامتناع عن اللحمة ويضحكوا عليكم، وبعد ما بتقعدوا 43 يوم تتنفخوا فول 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 لما بطنكوا دي تجيب غازات وتبقى قد كده، وفي الاخر ايه اللي يحصل؟ يفرحك ان هو اداك التصريح انك كلت حته لحمه وحته شوكليت. مصيبه. ليه؟ هو مش ده العيد، ده هو كده عمل لك برمجه. حبايبي المسيحيين، احنا متبرمجين. اي انسان في اي ديانه لو حس انه متبرمج بلاش، هات الدين من اوله وادرسه. في حاجات غلط. احنا الى الان اسرى في ايدين الكنايس، اسرى. ليه؟ لان احنا ما فكرناش، وطول ما احنا بلدة وقاعدين على كراسينا وما بنتحركش وبنخلي غيرنا يفكر، هنبقى اسرى. صدقوني. كده انتهى المقطع اللي انا عاوز استشهد بيه لرفيق، وهنبدأ نحلل المقطع ده مع بعض ان شاء الله جملة جملة. بلاش العيد يبقى الامتناع عن اللحمة ويضحكوا عليكم، وبعد ما بتقعدوا 43 يوم تتنفخوا فول 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 لما بطنكوا دي تجيب غازات وتبقى قد كده، وفي الاخر ايه اللي يحصل؟ يفرحك ان هو اداك التصريح انك كلت حته لحمه وحته شوكليت. يعني من حق اي انسان عاقل يسأل السؤال ده: انهي صيام الصح؟ صيام الاصدقاء المسيحيين اللي بيقعدوا يتناولوا فيه كل انواع المأكولات ويشربوا ما عدا مأكولات معينة اللي هي اللحوم او اللي يقولك اللي فيها روح، ولا صيام المسلمين اللي هو الامتناع الكامل عن الاكل والشرب والمعاصي والتقرب الى الله بالعبادة فترة من اليوم؟ عشان نعرف الإجابة لازم نعرف أولا هو ليه ربنا فرض الصيام، يعني ليه ربنا أصلا فرض الصيام. فالصيام الذي يتوافق مع حكمة الله سبحانه وتعالى أو يحقق حكمة الله سبحانه وتعالى هو بدون شك الصيام الصحيح. طيب نتساءل بقى، هو ليه ربنا فرض الصيام؟ ما تقوليش بس عشان نحس بالجعانين والفقراء، لان الصيام فرض على الجميع، فان كان ده حكمته فهتبقى حكمة جزئية مش الحكمة الاصلية. الصيام في الاصل حكمته تدريب روحي، تدريب روحي. ايوه ليه فايدة للجسم، فايدة صحية الى كل هذه الكلام، لكن في الاصل هي عبادة روحية. يعني ايه؟ تدرب الإنسان على ضبط النفس والتحكم في شهواته. يبقى الإنسان هو اللي راكب نفسه مش نفسه هي اللي راكباه، مبقاش بيجري ورا كل رغبات وشهوات نفسه، لأن بالطريقة دي يعني لا فارق بينه وبين الحيوان. فالصيام غرضه الأساسي ضبط النفس، الإنسان يقدر ياخد نفسه بالحزم وبالقوة، لأن النفس مهلكة، يعني لو طويحها في كل شيء هتهلكه. طب نيجي بقى، أنهي صيام اللي بيخلي الإنسان مضبوط نفسيا؟ الصيام اللي انت بتاكل فيه. طب ما الإنسان أصلا في الأيام العادية لو فقير ولا حاجة هياكل أي حاجة، يعني شوية فول شوية عيش أي حاجة. فين بقى ضبط النفس هنا؟ ما هو بيحاول يلبي رغبات نفسه وشهواتها بأي طريقة وخلاص. صح ولا لأ؟ أنهي صيام اللي بيعلمك ضبط النفس؟ النقطة الأخطر في رأيي أنا كمان إني لما أنت تقعد فترات طويلة من السنة مكبوت الغرائز، ضبط النفس يعني توجيهها التوجيه السليم، لكن كبت النفس ده مستحيل طبعا. ليه بقى؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بشهوات ورغبات. المعادلة هنا إيه؟ هل ربنا خلق فينا هذه الرغبات والشهوات عشان نكبتها؟
نمنحها ولا عشان نضبطها؟ يبقى احنا المطالبين بيه ضبط وليس كبت. لما انت بقى تصوم لك 250 يوم ماشي في السنة كابت نفسك بالليل والنهار، ومنها غرائز يعني إذا كبتها الإنسان في نفسه يعني طلع مصايب سودة. ماشي، يعني حتى جماع الزوج والزوجة في المسيحية لا يصح إلا بأمر الكاهن. ماشي، لما تقعد 250 يوم تتناول البقوريات أو الحاجات اللي هي دي، ده أنت في إيه؟ ده مش ضبط نفس، ده كبت نفس. يعني الى بقى ما غير ذلك. وانا يعني اعرف كتير يعني من الاصدقاء المسيحيين يقول لك عم انا ما بصومش. يعني كبر دماغك، لان انت كده مش بتضبط النفس، ده انت كده هو بتهلكها. مصيبة. ليه؟ هو مش ده العيد، ده هو كده عمل لك برمجة. حبايبي المسيحيين احنا متبرمجين. البرمجة ان يسير الانسان وفق ضوابط وسيطرة انسان اخر. تقول لي طب ما هو الدين احنا بنسير وفق ضوابط الكتاب بتاعنا. هقول لك يا ابني دي ضوابط الهيه. البرمجه ان انت تسير وفق ضوابط وسيطره انسان اخر ليس لها علاقه هذه البرمجه بالاوامر الالهيه. لكن برمجه الاله لينا ده اسمه طاعه لله. فانت لما تسير على كلام انسان اخر ليس له علاقة بكتابك دي اسمها برمجة. اي انسان في اي ديانة لو حس انه متبرمج بلاش، هات الدين من اوله وادرسه. في حاجات غلط. احنا الى الان اسرى في ايدين الكنائس، اسرى. ليه؟ لان احنا ما فكرناش، وطول ما احنا بلدة وقاعدين على كراسينا وما بنتحركش وبنخلي غيرنا يفكر، هنبقى أسرى. كان في جملة كده قالها العقاد: الإنسان أسير ما يقرأ. الإنسان أسير إيه؟ ما يقرأ. كان عاوز يقول إن ما نقرأه يشكل نوع من الثقافة العقلية والتأثير الوجداني، فأنت بتبدأ يعني تتصرف في حياتك وفق ما تقرأه أو وفق ما ينغرس في عقلك ووجدانك، وده شيء مش وحش. لكن بقى أبقى أسير وفق لهوى إنسان يعني يملي علي ما أفعله دون سند إلهي، دون نص كتابي، ده أظن كده هتبقى يعني حاجة خلاص بقت العوبة. لو أنا أسير ما أقرأه، ولا سيما إذا كان ما أقرأه نصوص دينية من الله سبحانه وتعالى، والله يعني نعم به الأسر، فأنا أسير لرب العالمين بل عبد لله سبحانه وتعالى. لكن أسير أفضل أسير وعبد لإنسان يعني ده شيء يعني لا يوافق حتى كرامة الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.